السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي الأهلاوية. مليون مبروك. خطوة للمرور من عنق الزجاج زي ما بيقولوا مع أقوى وأخطر فريق في أفريقيا. وبمناسبة النهاردة الحمد لله تعادلنا مع سان داونز في بريتوريا في جنوب أفريقيا. الماتش في المجمل زي ما كنت متوقع. الأهلي ستظهر معدن لاعبيه، والجرينتا وروح الفانيلا الحمراء هي اللي هتعبر عن نفسها. كان أداء ولا أروع. كان ماتش دفاعي، إنما الخصم لا يستهان به، والخصم ليس سهل. فاللي حصل النهاردة إنجاز كبير جدا، خصوصا مع المستوى المتدني والأداء الغير مرضي اللي كان بيأديه مارسيل كولر. ومارسيل كولر زي ما قلت وزي ما كل الأهلاوية مصرة وبتقول ان هو المفروض ان هو خلاص اكسباير تايم از اوفر، خلاص رصيده مع الاهلاوية انتهى. عطائه والشغف وانه يكمل في نادي بحجم النادي الاهلي هو انتهى، وهو مضيعة للوقت، لان هو خلاص الراجل عمل كل اللي عنده، ما بقاش عنده حاجة تانية يعملها. اللعيبة النهاردة هي اللي لعبت، كولر لم يكن له دخل، او انا من وجهة نظري فعلا لم يكن له دخل. حتى تغييراته كانت ولا أسوأ، نفس التخلف. من باب الغباء ان تعمل نفس الخطأ وتكرره مرة واتنين وعشرة، وبتقتل اللعيبة. هو مفيش معد نفسي ومعد بدني يكلم كولر يقول له ان انت بتدمر لعيب زي اشرف بن شرقي، اذا بوظه مش هعمل كده. ومع ذلك اشرف بن شرقي عمل احسن ما عنده، وكان هيسبب لك في هدف لولا سنتيمترات هي اللي منعت الهدف اللي جابه ان هو يتحسب. وجون تاني بتاع جريتشار كان اوفسايد برضو بخطوات، غير الكرة اللي جت في العارضة. كان أداء مثالي للأهلي على الهجمة المرتدة، وكان أداء اللعيبة ولا أروع. ولكن لسه عندنا بعض المشاكل لازم نواجهها ولازم نحلها. علامة استفهام اللاعب اللي اسمه أحمد رضا، رغم إن هو لعيب كويس، نفس الغلطة اللي غلطها مع بيراميدز والسبب في الهدف اللي جالنا إن هو يتكعبل ويدي الكرة للمنافس في منطقة قاتلة قريبة من المرمى بتاع الأهلي، حصلت النهاردة وبدون أي سبب وبدون أي معنى. ولولا ستر ربنا كان بقى هدف تاني، واعتقد ما كانش الجماهير هترحمه وما كانش هيكمل تاني مع الاهلي. فلازم اللاعب دوت رغم ان هو امكانياته كويسه، انما لازم الاداره الفنيه والمدير الفني يشتغل على هذا الاداء. امام عاشور اداء عالمي كالعاده، ولكن امام يا امام بنتوسل اليك، انت لعيب موهوب جدا، لازم تواصي، لازم تلعب جماعي، بتأنن كتير، بتمشي بالكرة كتير، انما غير كده هتبقى في حتة تانية. لعيب مفيد، لعيب مؤثر، لعيب عنده روح، لعيب مقاتل. قول زي ما انت عايز، احسن لعيب في مصر بلا جدال. بينه وبين اللي بعده مثلا 3 ساعات عشان تذكر الاسم اللي بعد امام عاشور. فكمل، ربنا مديك موهبة وحب جماهير، فكمل، واحنا كلنا بنحبك فعلا وبندعمك. فالله ينور الرجاله وبرافو عليكم. انما مارسيل كولر لازم يمشي. نفس المشكله بتاع التغييرات، ولازم الاداره تتكلم معاه، ولازم تسيطر على الراجل دوت اللي بيبقى فاقد للزمن. ان هو يقعد للدقيقه 87 اللعيبه وقعت بدني خلاص ماتت، ماتش مجهود بدني غير عادي، وبتلعب في بريتوريا الساعه 3، فرقه بتلعبك رطوبه عاليه ودرجه حراره تعتبر عاليه، وعن تعمد بيعملوا كده لان مش دي الاوقات اللي الاهلي بيلعب فيها او الانديه المصريه بالنهار، فعن تعمد بيوقعوك. فاحنا بنكمل، وان انا شايف اللعيبه بتاعتي ابتدت تسقط لولا فضل ربنا وتوفيق ربنا، وان اللعيبه رجاله. كان زمان الموضوع اتغير وبقى في كلام تاني ودخل فينا جون لا قدر الله ولا حاجه. برافو يا رجاله، ومنتظرين ان شاء الله استاد القاهره زي ما الدوله تكرمت وان هي عدت الاهلي. وكل الشكر للمسؤولين في الحته دي ان ادوا الاجريمنت الموافقه للاهلي ان هو يكون الاستاد بالساعه الكامله يوم الجمعه. ان شاء الله هتبقى ملحمه ونوصل للمباراة النهائية وتكون الثالثة. وده على فكرة في أبطال الدوري لم يحدث في تاريخ أبطال الدوري منذ أن أنشئ إن هو نادي يوصل أو ياخده 3 مرات ورا بعض. أكبر مرة كانت اللي هي مرتين، فكده فاضل للأهلي يعمل إنجاز تاريخي. شاء من شاء وأبى من أبى، وليحزن من يحزن. وأنا سعيد جدا بصراحة على أداء الأهلي، وسعيد جدا في الناس المتربصة بالأهلي. يا أخي ما تحبش الأهلي ولا تشجع الأهلي عنك ما شجعت الأهلي. اي واحد ساخط ناقم حاقد، بصوا لنفسكم، شوفوا نفسكم انتوا بقيتوا فين. انتوا بقيتوا الكومبارس بتاع بيراميدز
الاهلي لو كسب وبيراميدز كسب هيلعبوا النهائي، هيبقى نهائي قرن حقيقي. عليكم ان تحزنوا على نفسكم، انتوا في خيبة. نادي الزمالك نادي عظيم من 1911. ازاي النادي التاريخي اللي طلع اساطير يوصل لهذا المستوى المتدني ويبقى فكر جمهوره وفكر الاداره بهذا الاضمحلال؟ ازاي ان انا تكون قمه سعادتي لو الاهلي اتغلب؟ ازاي قمه سعادتي لو بيراميدز كسب اللي هو اقرب منافس للاهلي؟ عليكم ان ترجلوا وعليكم ان تعيدوا حساباتكم. وبمناسبه بقى برضو الاهلي اهلاويه فرحونا. فضلتوا توجعوا دماغنا وتقولوا ملوك الصالات. الاهلي اكتساح ساحق ماحق في كل الالعاب، سواء صالات او العاب فرديه في الاخر 3 سنين اللي فاتوا وحتى السنه دي، مع فرق شاسع منهم الكوره. مثلا الكوره الطايره 82 بطوله الاهلي منذ ان لعب امام والزمالك 44 بطوله. امبارح رجاله كره اليد في الاهلي اللي انتوا كنتوا بتتشدقوا وتقولوا احنا ملوك الصالات، انتوا ملوك حاجه تانية، مالكوش دعوه بصالات. الاهلي امبارح كسب الكاس ما شاء الله عليهم 21-18 في ماتش ايضا يدرس في الروح وفي العزيمه وفي الاصرار. عليكم ان تراجعوا حساباتكم. وبالمناسبه دي عايز اكلم الاستاذ كابتن حسين لبيب، ان هو كان واعد في الوعود الانتخابيه بتاعته لما نجح في اكتوبر 2023. كان واعد جماهير الزمالك حاسبوا الناس دي بدل ما انتوا نفسكم ان الاهلي يقع. راجعوا نفسكم وشوفوا الخلل الباد مانجمنت اللي عندكم بدل ما تقعدوا تحقدوا وتنموا وتتمنوا خساره الاهلي. الاستاذ حسين لبيب على ما اتذكر وعوده الانتخابيه في 2023 اكتوبر كان واعد ان هو لما ينجح هيجيب احسن لعيبه، هيسد الديون، هياخد افضل لاعبين من الاهلي، هيعمل شركه كوره وتبقى الموارد ضخمه وعظيمه. طبعا لم يحدث ولم يحدث. مش هيحصل موضوع ايقاف القيد وبيحدث، وانت عندك ابراهيم نضاي وعندك مساعدين فيريرا هتبقى المره السابعه. تمام. وقال لك كمان الوعد الاكبر، افتكروا كده وحاسبوا الاداره بتاعتكم بدل ما بتكلموا الاهلي وتسخروا من الاهلي وتكلموا مش عارف خد مين وعمل مين. انتوا من غير حاجه عندكم مشكله داخليه فيكم في نفسيكم. ان هو كان واعد الكابتن حسين لبيب، اسالوه كده، ان هو 2023 كان واعد ان هو في خلال 18 شهر مدي للنائب بتاعه الكابتن هشام نصر. والكابتن هشام نصر اللي هو كان رئيس اتحاد كرة اليد المصري، ان هو معاه الملف بتاع استاد الزمالك في 6 اكتوبر، وان هو بيوعد الجماهير وعلى عهدته وكوميتمنت ان هو بعد 18 شهر المرحله الاولى هتتفتح في استاد الزمالك في نادي الزمالك في مدينه 6 اكتوبر. بالصدفه شهر 4 يبقى موافق على مجلس الكابتن حسين لبيب 18 شهر. قول لنا بقى يا كابتن وقول للجمهور اخبار نادي الزمالك فرع 6 اكتوبر اخباره ايه؟ هتفتح المرحله الاولى امتى؟ احنا في شهر 4 اهو اللي حضرتك قلت بعد 18 شهر. وعد مبدئيا على الاقل نادي الزمالك سوف يفتتح المرحله الاولى فيه. احنا في شهر 4 موافق 18 شهر على تولي حضرتك لنادي الزمالك. مليون مبروك للاهلاويه، مليون مبروك. هي فرحه نص فرحه لان لسه في ماتش عوده وهذا فريق لا يستهان به، وانما انا متبشر خير ومتفائل جدا على اداء اللعيبه الرجاله، ليس كولر، على اللعيبه الرجاله. وجود واحد بقيمه وقامه الكابتن محمود الخطيب اللي مستشعر الخطر رغم ظروف مرضه ورغم صحته، ان هو سافر وتحمل مسؤوليه وتحمل مشاق. مليون مبروك يا اهلاويه. وعلى الاخرين ان يلوموا انفسهم، على الاخرين ان يراجعوا انفسهم، على الاخرين ان يبحثوا عن مخرج، ان يصححوا المسار من اجل نجاح ناديهم، وليس تكون متعتهم نادي بحجم وقيمه الزمالك تكون متعته ان الاهلي يتغلب سواء داخليا او خارجيا. شكرا، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.